ريجو ساكي واحد من أهم المدربين في تاريخ الكورة. بعد ما ساب الميلان كان على موعد مع تحدي جديد، تدريب منتخب إيطاليا. منتخب إيطاليا حقق المركز الثالث في مونديال 90. صحيح ما كسبوش البطولة على أرضهم زي ما كانوا عايزين، بس استمر المدرب إيزيليو فيتشيني مدرب لإيطاليا ولعب معاهم تصفيات يورو 92، وخرج من التصفيات بعد فشله في الفوز على الاتحاد السوفيتي وعلى النرويج، فخرجت إيطاليا من التصفيات عشان يرحل فيتشيني عن تدريب إيطاليا ويجي مكانه أريجو ساكي في نوفمبر 91. أريجو ساكي كان مدرب فريق ميلان من سنة 87 لسنة 91، 4 سنين أخد فيهم كل البطولات المتاحة، والأهم إنه عمل ثورة في طرق اللعب في إيطاليا باللعب ب 4-4-2 بدون ليبرو، والجمع بين دفاع المنطقة القوي جدا وأسلوب هجومي أشبه بالكرة الشاملة بتاعة هولندا السبعينات، أسلوب بيدي حرية وعدم تقيد بالمراكز. ساكي بدأ مسيرته مع منتخب إيطاليا حتى قبل التصفيات ما تخلص، بس خلاص ما كانش الفريق عنده فرصة للتأهل. ساكي كان شايف ان الفريق بعد مونديال 90 محتاج تجديد وتغيير، وبدأ فعلا السياسة دي لحد ما وصل لكأس العالم 94. روبرتو مانشيني اللي كان لاعب مهم جدا في تشكيلة فريق سامدوريا اللي اخد دوري 91 ووصل نهائي اوروبا 92، كان عنده وقتها 28 سنة. ساكي حاول يجربه كمهاجم مع روبرتو باجيو لكنه ما اقنعوش، وقبل كأس العالم فضل عليه زولا وسينيوري وما اخدوش معاه امريكا. مع بداية تصفيات كأس العالم حارس مرمى منتخب ايطاليا في يورو 88 ومونديال 90 والتر زينجا، واللي كان عنده وقتها 32 سنة ملقاش له مكان في المنتخب. ساكي فضل عليه الحارسين جان لوكا باليوكا حارس ساندوريا ولوكا ماركياني حارس تورينو وقتها. الدوري الايطالي كان فيه وفرة من اللاعبين المميزين في كل المراكز، وده ساعد ساكي اكتر انه يبقى عنده خيارات كتير يقدر يختار منها. ساكي كان فاهم التنوع ده، وقال وقت استبعاد زينجا ان ايطاليا فيها حوالي 35 لاعب يستحقوا يلعبوا للمنتخب، وانه حريص من بداية توليه تدريب المنتخب انه يكون المجموعة دي، وقال ان محدش خذله في المجموعة دي بما فيهم زينجا، ولكن ساكي استغنى خلاص عن الليبرو، فكان محتاج الحارس اللي بيلعب برجله ويغطي قلوب الدفاع، وزينجا كان بينتمي للمدرسة القديمة. وفعلا زينجا ما انضمش تاني لمنتخب ايطاليا بعد يونيو 92. نفس الكلام حصل مع فيالي اللي ساكي كان بيطلب منه يلعب كمهاجم صندوق وما يروحش على الاطراف، ومع تواجد فراودة تانيين زي جوزيبي سينيوري وبير لويجي كازيراجي فقد مكانه في الفريق. ساكي كان دايما عنده رأي ان محدش يضمن مكانه في التشكيل، وانه لازم يجيب منافس قوي لأي لاعب عنده. جوزيبي بيرجومي برضو ما تأقلمش مع 4-4-2 ومع الادوار اللي طلبها منه ساكي، فتم استبعاده. بيرجومي بعد كده قال انه بيحترم رأي ساكي، بس اللي كان مضايقه وقتها ان ساكي ما اداهوش فرصة ان هو يثبت له انه يقدر يلعب في 4-4-2. وطبعا استبعاد هداف كاس العالم توتو سكيلاتش كان منطقي جدا لهبوط مستواه جامد بعد المونديال زي ما قلنا في السلسلة اللي فاتت. كل الاستبعادات دي ما تقبلهاش الجمهور او الاعلام بسهولة، بس انقسم الناس مع كل قرار مع وضد، والصحافة الايطالية هاجمت ساكي كتير، خصوصا ان اغلب المستبعدين كانوا من فريق انتر ميلان الغريم بتاع فريق ميلان اللي كان بيدربه ساكي. بس رئيس الاتحاد الايطالي وقتها انطونيو ماتيراتزي كان مؤمن جدا بساكي وبافكاره، واعطى له مساندة كاملة ساعدت ساكي على تنفيذ كل افكاره. أريجو ساكي كان عايز يطلع بمنتخب ايطاليا من اسلوبه الدفاعي اللي هو الكاتانيتشيو اللي اعتمد عليه من ساعة فوزه بمونديال 82، وتغيير الاسلوب ده لضغط على الخصم في نص ملعبه واللعب باسلوب هجومي واللعب 4-4-2 بدون ليبرو، وده اللي عمله مع الميلان في 4 سنين. وكان ماتيراتزي نفسه ان ساكي يكرر ده مع منتخب ايطاليا. كارلو انشيلوتي اللي ساكي ضمه اول ما راح الميلان من بارما ما كانش لاعب مع منتخب ايطاليا بعد مونديال 90، فساكي ضمه اول مباراة له ضد النرويج ولعبه اساسي، وتبقى دي اخر مباراة دولية لانشيلوتي، لان انشيلوتي اعتزل الكرة وهو 32 سنة، وهيكون هو المدرب المساعد لأريجو ساكي بداية من سنة 92
ودي كانت بداية مسيرة كارلو أنشيلوتي في التدريب. في أول مباراة لساكي ضد النرويج أشرك ساكي واحد من لعيبته المفضلين في الميلان وهو أليساندرو كوستاكورتا، واللي بدأ مع ساكي مسيرته في الميلان وهو 21 سنة. كوستاكورتا لعب أول مباراة دولية له ضد النرويج، ومع ساكي هيثبت نفسه كقلب دفاع أساسي مع فرانكو باريزي لحد مونديال 94. ساكي ابتدى يضخ دم جديد في الفريق، فأشرك زولا ماتش النرويج، وبعده ماتش قبرص هيشرك دينو باجيو وديمتريو ألبرتيني، والاتنين كان لسه عندهم 20 سنة، ودي أول مباراة دولية ليهم، والاتنين كانوا أعضاء في منتخب إيطاليا الأولمبي اللي هيلعب بعدها في دوري برشلونة 92. ماتش قبرص لعب فيه كمان ألبريكو إيفاني لاعب وسط فريق الميلان اللي لعب مباراته الدولية وهو 29 سنة، وهيستمر في المنتخب حتى نهاية مونديال 94. في مارس 92 إيطاليا لعبت ماتش ودي مع ألمانيا في تورينو، وكان أول اختبار كبير لأريجو ساكي مع منتخب إيطاليا، وقدرت إيطاليا تكسب 1-0 بجول روبرتو باجيو في آخر 5 دقايق. الماتش ده كان آخر ماتش لفرناندو دي نابولي لاعب وسط نابولي وأحد أفراد فريق فيتشيني في مونديال 90. في سبتمبر 92 وقبل بداية التصفيات إيطاليا لعبت هولندا مباراة ودية في ايندهوفن في هولندا. دينيس بيركامب سجل هدفين لهولندا بعد 20 دقيقة، لكن إيطاليا قدرت تعمل كومباك وقدرت تكسب 3-2. الفوز ده أدى دفعة كبيرة لإيطاليا قبل تصفيات كأس العالم في مجموعة فيها اسكتلندا والبرتغال وسويسرا ومالطا واستونيا، هيتأهل منهم فريقين للمونديال.